السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكم في فيديو جديد بعد انقطاع طويل، وأتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية في كل مكان. وحاولت بقدر الإمكان إنه أعمل فيديو في أول يوم من أيام السنة، وأتمنى إنه أيام السنة الباقية كلها تكون فيديوهات مفيدة بالنسبة لكم. واليوم حنعمل مع بعض إن شاء الله مديدة الحلبة. المديدة للناس اللي ما بيعرفوها هي حاجة بتشبه المهلبية، خفيفة ودافية، بتتأكل خفيفة على المعدة ومفيدة جدا. بتتعمل بطرق مختلفة. اليوم حعملها معاكم بحبوب الحلبة. طبعا الحلبة غنية عن التعريف ومفيدة جدا للجسم وعندها فوائد كثيرة. طبعا هنا عندي حلة حرفها على النار، تكون مسخنة هادية. حضيف لها ملعقة كبيرة من السمنة وملعقة كبيرة من حبوب الحلبة مغسولة كويس. حنقلب الحلبة في السمنة لمدة دقيقة واحدة، ما نزود من الدقيقة عشان ما تتحرق وطعمها يبقى مر. بعد كده حننزل فيها كوباية كبيرة من الموية المغلية، ربع ملعقة من العطرون. العطرون طبعا من المكونات الطبيعية المفيدة جدا، هي كيميائية طبيعية مفيدة للمعدة، وهنا بنعملها عشان تسرع من عملية نضج الحلبة. بنغطيها نخليها ربع ساعة فقط، بعدين بنفتح ونضيف الحليب اللي هو عبارة عن 4 أكواب من الحليب. أثناء ما نخلي الحليب يغلي بنجهز خليط الدقيق. عندي نص كوب من الدقيق، حضيف له ملعقة من الكاسترد، لو ما لقينا الكاسترد ممكن نشا. وندوب بنص كوباية من الموية. بعد ما الخليط يكون ناعم نرجع للحليب. بعد ما يغلي بنضيف رشة ملح أو ربع ملعقة صغيرة، وربع كوب من السكر. طبعا السكر على حسب الذوق، ممكن تزود وممكن تنقص وممكن تعملوه من دون سكر خالص. المهم بعد ما الحليب يغلي حنبدأ ننزل خليط الدقيق بالتدريج، وإحنا بنقلب بسرعة عشان ما يتكتل. وهنا طبعا الدقيق يفضل إنه تستخدمه حاجة مفيدة، يعني مثلا الدخن أو الذرة أو القمح الكامل بيكون أفيد كتير من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات. فالمهم بعد ما القوام يتقل آخر شي حأضيف ربع كوب من حليب البودرة، ده بيدي طعم جميل للمديدة. فإذا ما توفر ممكن تعملوا حليب مكثف محلى وكده عشان الطعم يكون أحلى. ونقلب لمدة 5 دقايق لغاية ما تستوي المديدة، ونطفي النار ونقدمها وهي سخنة أو تتأكل وهي دافية معاها ملعقة من السمنة على الوش، بتكون رهيبة. طبعا في الشتاء بتكون من الأكلات الشتوية الجميلة اللي بتدفي في البرد. ولو ما عملتوها بالطريقة دي أتمنى تعملوها. ولو ما عملتوا اشتراك في القناة اعملوا اشتراك واعملوا إعجاب ومشاركة للفيديو. ولغاية ما أشوفكم في فيديو جديد، خليكم في أمان الله، مع ألف سلامة.